حنا كاملين دابا في هاد العواشر في هاد رمضان هذا كنريحوا السبت وحد كنقلبوا شي حاجه اللي ندوزو فيها النهار يكون زوين الصراحه. بصراحه انا كنقترح عليكم ما كاين ما احسن من الغابه اللي كتسمع فيها الهدوء والكالم كترتاح فيها نفسيا بصراحه. كتسمع غير الصوت ديال الطيور بحال غابه حي مولاي اسماعيل او غابه مهيدره كما كتشاهدوا دابا. كاين الناس كيتحركوا فيها كيديروا فيها السبور شويه، كاين اللي كيدير لا مارش كل واحد والهوايه ديالو شنو كيدير. كاين اللي كيحب يسمع غير الطيور. اجواء فيها زوينه بصراحه، كتخرج كتحرك فيها كتمارشي فيها. طويله كبيره زوينه قريبه للسلا، حي السلام او حي مولاي اسماعيل او قريبه الرباط. الناس كيجيو كيحطوا السياره ديالهم، كاين فين كتحط السياره ديالك كتخرج كدير شويه لا مارش وتتحرك شويه. فما كاين ما احسن من الدار بصراحه. الدار ما مقناطه تبقى جالس النهار كامل في رمضان في الدار، كيدوز النهار قاصح. اما تمشي حدا البحر او تمشي للغابه بحال مكه ولا اجواء طبيعيه في هذه العواشر. تستغل الفرصه في هذا رمضان هذا. وتحيه كبيره لكم الناس اللي كيريحوا السبت واحد. الله يوفقكم ونتمنى لكم التوفيق والسعاده ومرحبا بكم معنا. الله يحفظكم. هذه غابه حي مولاي اسماعيل كتواجد قريبه لحي السلام. تحيه كبيره لكم، الله يحفظكم.